السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين قناتي لمتنا الحلوة مع نوجة. أتمنى يا رب إن انتوا تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون عن مربى الفراولة، بمناسبة طبعا إن موسم الفراولة الأيام دي في السوق والفراولة كتير. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا، هعلمك إزاي تحفظيها لفترة طويلة جدا عندك في التلاجة، وإزاي كمان تطلع يعني قوامها مظبوط وما تسكرش معاكي لو اتحطت في التلاجة أو تعمل كتل سكر. بس في البداية عايزة أقولك لو انتي أول مرة تزوري القناة بتاعتي، يا ريت تدعميني باشتراك وبشير، وكمان ما تنسينيش باللايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا على طول نروح نشوف المقادير والطريقة. المكونات اللي معايا دي عبارة عن 3 كيلو من الفراولة، ومعايا كيلو ونص من السكر. زي ما انت شايفة انا بقطع الاول القطعة الخضراء بتاعة الفراولة، وبعدين بقطع اللي هي الجزء اللي بيكون جامد شوية في الفراولاية، وبعدين بتقطعي الفراولة لو هي صغيرة بتحطيها بحالها، ولو هي كبيرة شوية بتقطعيها لنصين او لاربع انصاص على حسب حجم الفراولاية بتاعتك. وبعد كده بعد ما بتخلصي بقى الكمية بتاعتك كلها، بتضيفي عليها السكر، وبعدين زي ما انت شايفة كده انا خلاص قطعتها خلاص. بضيف عليها بقى كمية السكر كلها اللي هي عبارة عن كيلو ونص من السكر، وبتقلبيها كويس، وبعدين بتسيبيها على رف التلاجة لتاني يوم. هوريكي دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي بعد ما بنسيبها لتاني يوم. وده بيكون شكل الفراولة بتاعتنا بعد ما بيتناها في التلاجة لتاني يوم. زي ما انتوا شايفين نزلت المية بتاعتها كلها، احنا ما حطيناش فيها مية زي ما قلت لكم. هننزل بقى بيها في حلة تكون كبيرة، على قد ما تقدري هاتي حلة كبيرة للفراولة عشان هي بتفور، وعشان ما تغرقش البوتاجاز بتاعك. فهاتي حلة على الأقل يكون التلتين بتاعها فاضي والتلت بس هو اللي فيه الفراولة. بعد كده هنرفعها بقى على نار عالية. طبعا زي ما شفتيني أنا نزلت السكر اللي فاضل كله على الفراولة، وبعدين رفعتها على نار عالية. بسيبها لمدة 10 دقايق في الأول، وبفضل أقلب فيها تقليب مستمر. وبعد كده بتجيبي ليمونتين كبار على كمية ال3 كيلو بتوع الفراولة. زي ما انت شايفة الليمونتين الكبار عملوا معايا الكمية دي. بتصفيهم كويس من البذور بقى ومن التفل بتاع الليمون، وبعدين بترجعي تقلبي تاني، تقلبي كويس طبعا على نار عالية زي ما قلتلك، وتقلبي كويس جدا. لو لاحظتي ان هي هتفور منك وطي النار عشان تعرفي تتحكمي فيها. ولو اول مرة بتعملي الفراولة وعايزة تجربي، ممكن تعملي الكيلو هيكون عليه نص كيلو من السكر، وهيكون عليه نص ليمونة كبيرة. في ناس بتستبدل الليمون بملح الليمون، ما عنديش اي مشكلة، استعملي ملح الليمون. حطي معلقة صغيرة على الكمية اللي هي 3 كيلو، مفيش اي مشكلة خالص. او ممكن تحطي نص معلقة على كل كيلو. انا بصراحة ما بحبش استخدم ملح الليمون على المربات عامة، ولا بستخدم الجيلي ولا بستخدم الجيلاتين ولا اي حاجة. وبكتفي بس بالليمون اللي انا بستخدمه كمادة حافظة، وكمان ما بتسكرش معاكي المربى. وده طبعا من الاخطاء الشائعة جدا في المربات، ان المربى بعد ما بتحطيها فترة في التلاجة بتسكر منك. ان شاء الله بالليمون عمرها ما هتسكر منك. بالنسبة للبرطمانات لازم طبعا تعقميها تعقيم كويس، يا اما بترفعيها على فوهة البوتاجاز من فوق، بس طبعا بتخلي مسافة حوالي يعني 10 سنتي بين النار وبين البرطمان، وبتقلبيها وبتعقميها، يا اما بتحطيها في الفرن. بتعبي المربى وهي سخنة زي ما انت شايفة كده، هي لسه بتغلي. بتعبيها، ودي طبعا مقصودة ما تسيبيهاش لما تبرد، عشان ده برضو من ضمن خطوات التعقيم، ان تتحط المربى في البرطمانات الازاز. ما تحفظيش في برطمانات بلاستيك الا اذا كنت هتاكليها في فترة لا تتخطى الاسبوع. بتحفظيها بقى في البرطمانات دي، وبتملي البرطمان لغاية اخره. بالطريقة دي انا كده هعبي منها برطمانين، لكل برطمان فيهم بياخد مني كيلو. يعني تقريبا عملت معايا 3 كيلو الا ربع من المربى. عايزه اقولك ان المربى طعمها في منتهى الجمال، احلى بكتير بكتير من اللي بتتباع بره، صدقيني والله في فرق كبير جدا. انا عارفه ان يعني معظم الناس بتخاف تعمل المربى في البيت عشان يعني تعتبر يعني ممكن تسكر منك، ممكن يحصل لها اي مشكله. بس صدقيني لو مشيتي على نفس الخطوات اللي انا عملتها ده، سواء بقى كانت المربى بنوع اي فاكهه هتعمليها، بتكون في منتهى الجمال. طبعا بعد ما بردت هي جمدت معايا كمان شويه، بس طبعا ما وصلتش لدرجه المربى اللي هي بتتباع بره بيحطوا عليها الجيلاتين، بتبقى عامله زي الجيلي، وانا ما بحبهاش اصلا تكون جامده قوي كده. هي بتكون عامله زي العسل الاسود، لما بتحطيها في التلاجة بتبقى تقيله. بعد ما بتتحط في التلاجة وبتبقى طعمها ولا اروع، ريحتها في منتهى الجمال. فعلا جميله، بتتكلم عن نفسها. ارجوكم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. بعد ما بتخلصوا بتخلصي بقى الكمية بتاعتك كده، بتحطي كيس من أكياس التلاجة، بتقصيهم بطريقة دائرية كده، وبعدين بتقفلي بقى برطماناتك كويس وبتحفظيها على رف التلاجة. بتقعد معاكي من شهرين لثلاث شهور على رف التلاجة، مفيش أي مشكلة، بشرط إن انت تستخدمي معلقة نظيفة وانت بتطلعي المربى. شفتي الطريقة سهلة خالص ازاي وما بتاخدش معانا وقت. يلا بقى قومي وتشجعي بسرعة واعملي لك بس كيلو من الفراولة، جربي فيه، والله هتعتمديها في البيت وهتبقى في معاكي في منتهى السهولة والجمال. كفاية ان هي كمان هتبقى من عمايل ايديكي، يعني نظافة، ومفيش مواد حافظة، مفيش تعب للمعدة بإذن الله، آمنة جدا ليكي ولأطفالك.
ان شاء الله لو عجبتكم الطريقه بتاعتي يا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناه. ما تنسوش ان القناه بتاعتي بتكبر بيكم وده هيشجعني استمر. ان شاء الله هنعمل مع بعض الفيديو الجاي الفراخ البروستد في البيت، استنوني. هنعملها بطريقه صحيه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.